مرحبا أحبابي، يسعد أوقاتكم وأيامكم كلها. واليوم حبيت أطبخ ملوخية من مطبخي الجميل، أرجو أن تعجبكم. وهاي الملوخية شوفوها ما شاء الله. يلا نشوف الخطوات، وأكيد كلكم بتعرفوا تطبخوها، واللي فايدته الطريقة يدخل قناتي يتفرج. أهلا بيكم. وهاي دجاجة كاملة غسلتها وقطعتها وهيك وحطيت معها ثوم. وهاي الملوخية كمان غسلتها تازة، طلعتها كده من الفريز لأن هسه موسم خريف. بس شوفوها. وعلى الخلاط بدي أطحنها طحن كتير ناعم، لأن هاي تعتبر مثل الشوربة، فلازم يكون طحنها ناعم. وهين أخفيت الصوت عشان التسجيل. وحبيت أفلفل الرز على جهة بعد ما حمست الرز بالزيت وخليت له الملح. وهاي مية الدجاج، صفيت الدجاج على جهة، وهاي الملوخية اللي طحنتها درتها عليه وبدي إياها تفور. خليت شكف الدجاجة، أكيد أنا بحب الدجاج بالملوخية، العيلة بدها إياه محمرة. وهاي الثوم قاعدين نحمر بيه، ثوم هم مطحون أو مدقوق. وهاي ماجي وملح فقط، ذبيت عليه قطعتين ماجي حتى ينطي نكهة. وهاي شلنا الوغف من الطنجرة عشان ما ينطي شكل مفتفت. وهاي طشينا الملوخية طشينا الثومي وريحتها تجنن. حبيت أخلي شوية مية الملوخية على الثومة وأديرها. هاي بالأخير شوف سماكتها شقد ثخينة ما شاء الله. هين حبيت أحمر الدجاج اللي طلعته من مية الملوخية، شوفوا الجمال. خليته بالفرن يحمر حتى نقدمه للعيلة الغالية. مثل ما تشوفوا الرز مفلفل بيجنن، ريحة عبت الدار، والملوخية كمان عبت الدار. شوفوا القوام، ملوخية مصرية. وهين حبيت أقلي بطاطا وجزر هم عشان أخلي فوق الرز. هاي الجزر وهاي البطاطا عم تتقلى، بحبوا ولادي يخلوا جزر فوق الرز. وهنا بدينا نصب بالكاسات الفخارية ملوخيتنا الطيبة وريحتها شو أقول لكم. راس كامل ثوم خليته عليها، طشيته الطشة. وهاي الرز حبة حبة مثل ما تقول أختنا يتفتش وهاي الملوخية صبيناها وقدمناها مع الفلفل الحار والزيتون، شكلين حار وأخضر. وهاي الدجاج المستوي. وشوفوا الخبز ما أحلاه، بجنن الخبز التركي. وهاي الرز الأبيض، وأكيد ما ننسى بريق الشاي. هاي لتحت المي السخنة ولفوق الشاي المخمر. وما شاء الله، الله يديمها نعمة علينا وعليكم بالصحة والعافية والسلامة والأمان، ويا رب يهنينا ويهنيكم على طول. شوف الملوخية الحلوة، هسه رح ناكلها احنا والعيلة، نتهنى بيها وندعي لكم أحبابي الغالين. وشتوية حلوة ومباركة على الجميع. باي باي.